إنه ساحر بشكل مدهش أن نرى فنانين يعملون بالتقنيات العتيقة. بأن نظهر هذا الفن الرائع الذي ما زال حيا أنجزنا أشياء كثيرة. لقد نجحنا في طرح فكرة 8 قرون من الإسلام في أوروبا. هذا الفناء في متروبوليتان يحتفل بالتناسق الفني. لقد شيد داخل المتحف من طرف حرفيين من مدينة فاس المغربية. لقد أردنا أن نخلق فناء مغربيا هو مرتبط بمتحفنا بفضل فن الغرب الإسلامي. كنا نريد أيضا أن تسهم يد حرفيين ما زالوا أحياء في المتحف. نقطة انطلاق الفناء المغربي هي هذه الأعمدة الأربعة، لكن كل نقوش حولها والجص فوقها والخشب المنقوش والزليج هي عناصر حديثة صنعت على النمط المناسب من طرف الفنانين الأحياء. من ضمن 40,000 حرفي تضمهم فاس، اختار المتحف الشركة العائلية لأسرة الناجي وتضم 4 إخوة ووالدهم. منذ 7 أجيال نعمل في هذا المجال. لقد عملنا طيلة 6 أشهر في المغرب لصناعة قطع الزليش. لاحقا تم تركيب قطع الزليج على الأرض كلعبة بازل، لكن بطريقة معكوسة قبل تثبيتها بالإسمنت. كان علينا الحصول على درجات مختلفة من الألوان. على سبيل المثال 3 درجات من الأزرق و2 من الأخضر من أجل أن تظهر خصائص زخرفة عتيقة. لقد تم النقش على خشب الأرز في المغرب، وهو خشب ينمو في جبل الأطلس قرب فاس. حضرت النقوش الجصية في المتحف على أيدي من يعرفون في المغرب بالمعلمين. صنعت الرسوم باستعمال قوالب قبل أن يزينها المعلمون بأيديهم. بالنسبة إلينا فقد عدنا 1300 عام إلى الوراء. مثلا الجص على الجدران يتم صقله بالأيادي. حينما أنظر إلى الفناء أرى أيادي في كل مكان، كل شيء لمسته الأيادي.